اهلا، شلونك؟ اكبر قصه لازم تسمعها اليوم. فديوم من الايام كان اكو ملك قرر يعدم نجار بالمدينه، فلما وصل هذا الخبر للنجار مات من الخوف، ما يعرف شو يسوي، بدا يفكر كل شويه لدرجه حتى بيومها ما قدر ينام من الخوف. فما احكي لكم لا تحكوا لي، بقى هاي الدوامه من الخوف مستمره، وبدا يسهر الليل، بدا يفكر بطريقه على مود ينهزم من هالموضوع او بده يحاول يرجع هالموضوع. فاجت زوجته على متهدئه، فقالت له ليش هالقد قاعد تفكر بالمستقبل اذا المستقبل كاتبه الله؟ فقالت له روح نام هسه، لأن الله واحد والأبواب كلش هواية. فهو صدق اقتنع بهالكلام وصدق دام مرتاح. فقعد من الصبح لقى الجنود مال الملك دا يدقون الباب، فهو خاف، قال هاي نهايتي، أنا حنعدم. دا يتمشى عم يفتح باب وهو خايف ودا يرجف. فتح الباب دا يلقى إن الجنود دا يطلبون منه إنه يسوي قبر للملك لأنه توفى البارحة. فالقصة كلش بسيطة بس ممكن نتعلم منها وايد. احنا هواي خايفين من المستقبل ونحسب ألف حساب له، بالنهاية اللي كاتبه الله حيصير.